مسلسل ولد بنت شايب ملخصه بالنسبه لي هات ايديك يا ولا وتعالى نجري. اغنيه التتر دي اعتقد اعلى ميزه في المسلسل لحد دلوقتي. وبعدين لما تتفرج على المسلسل تحس ان المسلسل ده ابناء عاملين قوي، يعني ليلى احمد زاهر، زينة المخرجه بنت اشرف عبد الباقي، حتى المؤلف احمد عصام الشماع ابن عصام الشماع. مسلسل ولد بنت شاي، بطولة أشرف عبد الباقي، ليلى أحمد زاهر، مؤمن مسلماني. المسلسل هو أحدث المسلسلات اللي نازل على منصة واتشد، عدد الحلقات فيه 10 حلقات، بينزل حلقتين كل يوم 4. بيحكي المسلسل عن 3 شخصيات أساسيين. الشخصية الأولانية حسن، عنده خبرة كبيرة جدا في الهاكينج، وكان شغال في شركة، وبسبب اللي هو بيعمله ده اتطرد من الشركة، ما بقاش يلاقي أي شغل تاني، فاضطر إنه يشتغل في محل موبايلات، وده معناه إن حالته المادية متكحرطة. الشخصية الثانية هي شخصية ندى، ابوها ما بيصرفش عليها او رافض يعني انه يصرف عليها هي واختها محتاجة تعمل عملية كبيرة، فلذلك هي بتقرر انها تلجأ للنصب علشان تجيب فلوس تعرف تصرف على اختها. وندى دي تبقى الحبيبة بتاعة حسن، كان في بينهم زمان قصة حب، فبترجع له وبتقنعه ان احنا عايزين نعمل هاكينج لشركة ادوية ويسرقوا بيتكوين ويطلبوا فدية $1,000,000. فهو بيوافق لان هو كان بيحبها ولسه يعني بيحبها، ولان هي كمان ضحكت عليه وقالت له ان انا لو ما سددتش الديون اللي عليا هتسجن. وبتيجي الشخصيه الثالثه هي شخصيه الشايب عزه، اللي بيروحوا يستخبوا عنده في البيت نتيجه لبعض الاحداث اللي بتحصل لهم وهربا من شخصيه معينه. احنا هنبدا بالمميزات لان هي المميزات اللي في المسلسل ده تتعدى على صوابع العيد، فهنقولها بسرعه. الميزه الاولانيه في المسلسل هو اشرف عبد الباقي، يعني تقريبا اشرف عبد الباقي ظهر في النص الثاني من الحلقه الثانيه او يمكن في اخر ثلث ساعه منها. من ساعه ما ظهر المسلسل اختلف. هو اولا طريقه تمثيله حلوه جدا، والريتم بتاع الحلقات او الريتم بتاع الاحداث يعني بدأ يبقى افضل بكتير. فمن ساعه ما هو ظهر حاسس ان هو بطل المسلسل، مش البطوله لليلى احمد زاهر او لمؤمن مسلماني. تاني ميزه في المسلسل هو تتر البدايه، التتر اللي بتغنيه الحاجه نبيله. ولو ما انتش عارف مين الحاجه نبيله، هي عملت اغاني كتير على السوشيال ميديا، يمكن اشهر اغنيه منها اسمها الباميه شوكتني. بس فعلا التتر حلو جدا، الموسيقى بتاعته حلوه، حتى الكلمات بتاعته حلوه جدا، وحاله انسانيه وبيلزق في الودن. واعتقد ان هو اكتر حاجه طلعت ترند، يعني في ناس وصل لها الاغنيه مش عارفين دي اغنيه ايه، يعني مش عارفين اصلا المسلسل ايه. ثالث ميزه بالنسبه لي في المسلسل ان هو 10 حلقات بس، يعني ده من المسلسلات اللي تتبسط لما تعرف ان هو 10 حلقات وتقول يا ريت كمان كان 8 او 6. طبعا ده لحد دلوقتي لحد عدد الحلقات اللي اتعرضت، لكن يمكن قدام الحلقات رتمها يبقى افضل، فتقول يا ده المسلسل كان ممكن يبقى عدد حلقاته اكتر او يا ريته كان طول. نخش بقى في العيوب. اول عيب واوضح عيب في المسلسل الكوميديا. بعتذر عن كلمه كوميديا لان انا مش شايف كوميديا واضحه في المسلسل. وانا هنا هتكلم تحديدا عن امجد الشاوشي اللي هو طالع صاحب البطل. هو واخد دور كبير جدا، يمكن انا ما شفتلوش تجارب كوميديه قبل كده، ما شفتلوش تجارب تمثيليه كتير قبل كده، فمش قادر افهم ليه خد دور كبير. مش مشكله انك تاخد دور كبير لو انت قد ده، لكن انا شايف محاولات الكوميديا مش الطف حاجه. ما اعرفش بقى دي من السكريبت ولا منه هو، بس في حاجات هي يعني اقدر اسميها قلش او استظراف، ما شفتش كوميديا. المشكله كمان في موضوع الكوميديا ان المسلسل مش موضح، هو انتوا مسلسل درامي ولا مسلسل كوميدي ولا مسلسل تشويقي ولا ايه؟ انا مش فاهم. يعني في مثلا مسلسل 100 وش، ده مسلسل بيتكلم عن عمليات نصب برضه، لكن هم من اول التتر هو باين ان احنا عايزين نعمل كوميديا اللي هي كانت اغنيه مليونير مليونير. فانا فاهم ان انا داخل اضحك، لكن هنا انتوا عاملين مثلا اغنيه التتر اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها هي اغنيه جد جدا ودراميه وانسانيه ونفسيه، فانا هخش بقى قدام عمل درامي، هخش جوه انا مش شايف دراما. محاولات الكوميديا ما ترتقيش لانها كوميديا، فمش قادر افهم الكوميديا جايه منين او ازاي او فين. تاني عيب واضح في المسلسل هو التمثيل. طبعا انتوا متخيلين ان انا هقول التمثيل مشكلته في ليلى احمد زاهر، لكن المفاجاه ان ليلى احمد زاهر مقارنه بكل اللي بيمثلوا في المسلسل ده هي جنبهم الباتشينو، طبعا باستثناء اشرف عبد الباقي، وممكن برضو استثني نبيل عيسى. هي ليلى احمد زاهر مش الباتشينو عشان هي تمثيلها هنا جبار، هي بتقدم نفس التمثيل اللي بتقدمه قبل كده، نفس الرياكشنات، ما فيش شخصيه مختلفه يعني، بس تمام عامله اللي عليها. ولو هقول ان دي امكانياتها او دي المرحله اللي هي واقفه عندها دلوقتي، تمام مقبول، انا مصدقها. لكن عندي مشكله مثلا مع البطل اللي هو مؤمن مسلماني، انا مش قادر اشوف حضور قوي يخليه يكون بطل. وما عنديش مشكله انك تجيب حد من اليوتيوب او من السوشيال ميديا وتخليه بطل، بس اتمرن بقى، ناخده نمرنه نعلمه ازاي نرمي افات لو هيرمي افات، او ازاي نمثل. انا ما قدرتش اشوف التمثيل بشكل قوي. نفس المشكله اللي لسه قايلينها في الكوميديا عن الشاوشي. انت لو انت طالع ككوميديان، الممثل الكوميديان ده بيبقى عارف ازاي يرمي افيه. هو كان
كان عنده مشكله مش بس ان الافيهات مش لطيفه، طريقه رمي الضحك مش حلوه، يعني مفيش فرش يخليني حتى ابتسم. وبما ان البطلين هم ليلى احمد زاهر ومؤمن مسلماني، المفروض ان طالعين في بينهم قصه حب قديمه، او ان هم كانوا بيحبوا بعض وان هو عملت فيه مش عارف ايه وقرروا يرجعوا لبعض. حتى في اول مشهد بينهم هما بيتقابلوا انا المفروض بقى اشوف حاله عاطفيه رومانسيه، ده ما كانش واصل. وللامانه مش هقول ان المشكله هنا عند ليلى احمد زاهر ولا المشكله عند مؤمن مسلماني، ممكن تبقى المشكله في تمثيلهم مع بعض مش راكب، رغم ان في بينهم شويه كيمياء. وممكن تبقى المشكله في السكريبت، القصه اللي مكتوبه او الحوار اللي مكتوب مش مساعدهم انهم يطلعوا المشاعر اللي عندهم. بس في الاخر كانت عندي مشكله ان يا جماعه انتوا ما اقنعتونيش لا بقصه الحب القديمه او بالهيستوري اللي انتوا عمالين تحكوه ولا بالاحداث اللي انا عمال اشوفها. سيبك بقى من الابطال او البطلين دول، اشرف عبد الباقي طبعا تمثيله حلو جدا يعني في الطبيعي ومقارنه بكل الناس اللي في المسلسل ده. وبرده في شخصيات ثانويه طلعت على راسهم نبيل عيسى عامل دور حلو جدا وانا قادر اصدقه. والمشكله ان لان هما الاثنين دول تقال، اشرف عبد الباقي ونبيل عيسى، فلما تشوفهم وترجع تشوف ليلى احمد زاهر ده مثلا بيبين ضعف ليلى احمد زاهر ومؤمن مسلماني اللي المفروض ان هما الابطال. ثالث مشكله واضحه في المسلسل هي المط اللي في الاحداث، تحس المسلسل ميد باي موتزاريلا. بالذات بقى انا بتكلم عن اول حلقه اللي هي المفروض اول حلقه دي تبقى البوم اللي تشدني وتخليني قاعد عايز اتابع المسلسل. الحلقه فيها فرش كتير جدا للشخصيات وفرش للي كان حاصل بينهم قبل كده، وبصراحه لان اشرف عبد الباقي ما كانش موجود فحسيت ان الموضوع بقى زياده انا عايز اجري. ارجع اقول للامانه من ساعه ظهور اشرف عبد الباقي رتم الاحداث بقى اسرع، يا ريت بقى نكمل باقي الحلقات كده. من المزايا اللي بالنسبه لي في المسلسل البوستر، البوستر معبر عن الاسم اللي هو ورقه الكوتشينه ولد بنت شايب، وهو اساسا اسم المسلسل ولد بنت شايب يعتبر برضه من المزايا لان هو يعبر عن الكوتشينه على اعتبار احنا بنتكلم في نصب وثلاث ورقات، وبرضه بيتكلم عن ثلاث ابطال الاساسيين، البطل والبطله والراجل الكبير. ومن الحاجات برضه اللي هعتبرها مزايا في المسلسل ان هو بيتكلم عن قصه جديده مش كل الناس اتكلموا عنها، اللي هي التداول والبيتكوين وعمليات النصب اللي فيهم. يعني انا مش فاكر شفت عمل بيتكلم عن ده قريب غير تقريبا فيلم سيكو سيكو، ومش فاكر حاجه تانية. ودلوقتي جينا لمرحله التقييم. مسلسل ولد بنت شايب بما انه بقى باسم كوتشينه وكده، فانا اعتقد مش هقيمه بارقام، هديله تقييم شلح. ليه؟ عارفين لعبه شلح بتاعت الكوتشينه؟ ليه؟ حاجه مش مفهومه بس هي موجوده. ده كان احساسي عن المسلسل. حلو انك عايز تجيب ابطال من السوشيال ميديا اذا كان يوتيوبر او انفلونسر، ده شيء عظيم، بس الاهم مش تجيبهم بس علشان تاخد الفولورز اللي عندهم او تستفيد من الدعايه اللي هم يعملوها لك. المهم ان هم يبقوا فعلا انت بتقدمهم بشكل جديد وتستفيد منهم ويبقوا فعلا موهوبين. وانا هنا بتكلم مثلا عن حد زي مؤمن مسلماني، انا لما شفته على السوشيال ميديا مش حاسه حد دمه تقيل، بس هنا ما حسيتش حضوره قوي، فانت كده بتظلمه وبتظلم المسلسل او العمل. نفس القصه عن الشوش، في حين بقى ان انتوا مثلا في المسلسل استخدمتوا الحاجه نبيله اللي هي بتعمل اغاني كنت عارفها من التيك توك، هي ضايفه جدا وده يعتبر تقريبا اول عمل ليها يعني في مسلسل او في فيلم، حاجه كبيره يعني، وعاملاه حلو جدا جدا جدا. ورساله بقى لصناع العمل او لزينه المخرجه او انا مش عارف اكلم مين يعني في المسلسل ده، المفروض انك لما بتعمل دراما او حاجه 10 حلقات او 8 حلقات انت بتشدني من اول حلقه. ليه؟ ميزه ايه ال8 حلقات او ال10 حلقات؟ انك هتضغط ال30 حلقه في ال8 حلقات دول، فلازم من اول حلقه انا دخلت في الاحداث واتشديت عشان اكمل، لان انت ما شدتنيش انا مش هكمل. وللاسف ده الاحساس اللي وصل لي عن مسلسل ولد بنت شايب، انه كملته تمام ما كملتوش تمام، في حلقتين 3 وقعوا، رغم ان ممكن بعد كده الحلقات تبقى قويه جدا، بس انتوا ظلمتوا. لو يعني الحلقات دي هتبقى قويه ظلمتوا قوتها من اول حلقه. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر دور انت فاكره لاشرف عبد الباقي، سواء بقى دور كوميدي او دور دراما، ومش ضروري في اخر 5-6 سنين، يعني انا بتكلم لو انت بتتابعه من زمان. اكتبوا لنا في الكومنتات. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي او اجنبي قديم او جديد، وفي سلسله تقييمات لمسلسلات او افلام عربي او اجنبي قديم او جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هلسيه في حب الفنانه الفلانيه. هسيب لكم لينك من حلقاتها هنا لو معاك وقت وجهد وباقه وخلصت المذاكره اللي وراك عشان ما نقولكش يا فاشل، ابقى خش اتفرج وقول لنا رايك في الكومنتات. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش واللي مش عاجبك عندك اقتراح فكره ابعتها او اكتبها لنا في الكومنتات. ونختم دلوقتي بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورة.